السلام عليكم. النهارده جاي اقول لك ازاي تبقى ويب ديفلوبر على وضعه. اولا، الويب بينقسم لحاجتين، هما الكلاينت سايد والسيرفر سايد. طب هو ايه الكلاينت سايد؟ هو اي حاجه المستخدم بيقدر يشوفها، صور، فيديوهات، الموقع بشكل عام، وده اسمه جزء الفرونت اند. اما السيرفر سايد هو الجزء اللي المستخدم ما بيشوفهوش وبيبقى اسمه الباك اند. هنتكلم النهارده عن الفرونت اند وازاي يبقى مبرمج فرونت اند محترف. اولا، لازم تتعلم HTML عشان تبني هيكل للصفحه، ودي صوره لصفحه مكتوبه ب HTML بس. تاني حاجة وهي ال CSS، ودي مسؤولة عن الألوان في الصفحة وتنسيق العناصر، ودي الصفحة بعد ما حطينا لها CSS. تالت حاجة وهي الجافا سكريبت، دي بتستخدم عشان تدي روح للصفحة وحركة وتبقى الصفحة تفاعلية. رابع حاجة هتتعلم بوت ستراب، ده هيسهل عليك شغل ال HTML وال CSS وجزء من الجافا سكريبت، بس تقدر عادي تبني موقعك من غيره. بس الشركات بتبقى محتاجاك متعلم بوت ستراب عشان تخلص شغل بسرعة. انت مش هتعيد اختراع العجلة، انت معاك اكواد جاهزة، استخدمها وعدل عليها، مش هتاخد منك وقت كبير. خامس حاجة لازم تتعلم فريم ورك للجافا سكريبت. عندنا تلاتة وهما رياكت وانجلر وفيو. اختار اللي انت حابه، بس انا نصيحتي اختار اللي شغال في بلدك اكتر. في بقى حاجة إضافية ممكن تتعلمها وهي الجي كويري. جي كويري هي مكتبة للجافا سكريبت، بتسهل شغل الجافا سكريبت، بس مش أفضل حاجة نشتغل بيها لو هنشتغل بفريم ورك من اللي احنا قلناهم فوق. يبقى كده الرود ماب اللي احنا قلناها HTML CSS جافا سكريبت بوت ستراب، واحد من الفريم ورك التلاتة اللي احنا قلنا عليهم. بس مبدئيا كده الرود ماب اللي انا قلتها ديت عمرها ما هتفيدك بحاجة لو انت ما طبقتش. طب هطبق ازاي؟ اولا، اتعلم HTML و CSS، بعدها اعمل لك 3 أو 4 بروجكت، تمام. بعدها اتعلم جافا سكريبت، يعمل لك برضو 3 أو 4 بروجكت. بعدها تتعلم البوت ستراب، تعمل لك بيهم كلهم على بعض 3 أو 4 بروجكت برضه. بعدين هتتعلم فريم ورك، بعد ما تتعلم فريم ورك اعمل بقى بروجكتات كبيرة بالفريم ورك دوت. وكده يبقى انت اتعلمت فرونت اند صح وتقدر تقدم على شغل. وبكده اكون خلصت الفيديو، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يخص مجال البرمجة.